أنا عز الدين خليل الجاسم من سوريا، من حلب، من مدينة منبج. يعني كنت واقف أنا طبعا جاي عن طريق الصدفة عشان مكان إعلام ما أعلم أنه يعني نجاة حيجي على المرسين. فتغطية إعلامية، فأنا جاي صدفة عايز أشتري كتب وحاجات. فلما شفت الصور انتظرته، لما اجى دخل انا ما عملت حاجه، كنت الصراحه منفعل. يعني انت بتشوف عدوك هو عمال يمد عدوك بالاسلحه والجيش والماده، ويدبح خواتنا واطفالنا ويدمر بيوتنا ويدخل بكل رحاب الصدر. لذلك كده الموقف ده استفزني ويعني انفعلت جدا. فلما خرج اعزكم الله شلت الجزمتين وضربت واحده بصدره والثانيه بكتفه. وبعد ذلك صار عليه تجديد امن اكثر، ويعني تعرف الامن لما بيصير الحاله ديت، ودخلوه بسرعه على السياره. هو كان عايز يسلم على الناس، بس لما صار الموقف ده بقى خاف ودخلوه على السياره. موقف الامن المصري كان في راقي جدا جدا معايا، في منتهى الرقي والاحترام والطيبه والله كلمه الانصاف.